السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قناة لمسات دانيا. وصفة اليوم هي مسكوتشو خفيف وبنين، وصفة ناجحة ومضمونة 100%. راح نخدموها بمقادير جد بسيطة وموجودة في كل بيت. نروح نشوف المقادير. عنا 4 بيضات، كاس حليب، كاس ناقص إصبع زيت، كاس سكر عادي يعني، مبشور حبة ليمون، قرصة ملح، لافاني ملعقة صغيرة فانيلا، و2 كيس خميرة كيميائية وزن 10 جرام. عندنا 2 كؤوس فارينة إلى 3 كؤوس. أنا شخصيا خضعت لي 3 كؤوس فارينة. نبداو على بركة الله. نحطو البيض تاعنا في الصحن اللي راح نخدمو فيه، وبلا ما ننساو نكونوا شعلنا الفرن تاعنا مسبقا على درجة حرارة 160 درجة، ونكملوا نخدمه. قلنا نحطوا 4 بيضات، البيضة الرابعة نضيفوا عليهم كأس سكر عادي، نضيفوا كأس سكر بهذا الشكل، ونخلطوهم حتى يتمازجوا بالفوي. من بعد نستعملوا الباتور، نخلطوهم بالفوي مليح حتى يبدا هذاك السكر يذوب شويه. نخلطوهم جيدا. قلنا 4 بيض، كأس سكر، نضيفوا ايضا قرصة ملح اللي ضرورية في هذا النوع من الكيكات، ضرورية جدا. نزيدوا ملعقة صغيرة فانيلا. نكملوا نخلطوا المزيج تاعنا بالاستعانة بالفوي بهذا الشكل. وبلا ما ننساو مبشور حبة ليمون اللي راح يمد لها الطعم بنين بنين بنين. مبشور حبة ليمون يجي فيها نكهة الليمون، يجي مسكوتشو بزاف بنين وخفيف. نكملوا نخلطوا المزيج. من بعد نبداو نجيبوا الباتور تاعنا ونبداو نضيفوا في الزيت تدريجيا، ونخلطوا بالباتور. نضيفوا الزيت تدريجيا، ونزيدوا كاس حليب، ونكملوا نزيدوا نخلطوا حوالي 2 إلى 3 دقائق بهذا الشكل. نتحصلوا على مزيج نوعا ما أبيض، يكون هذاك السكر ذاب. نبداو نزيدوا الفارينة. عندنا الكاس الأول تاع الفارينة، قلت لكم تاخذوا لكم حتى 3 كؤوس فارينة، كل وحده والنوعية تاع الفارينة اللي تخدم بها. عندنا الكاس الثاني، وعندنا 2 كيس خميرة كيميائية وزن 10 جرام. يعني كل 2 بيضات تقابلهم كيس خميرة كيميائية وزن 10 جرام. احنا درنا 4 بيضات، اذا نستعملوا 2 كيس خميرة كيميائية. نكملوا نخلطوا المزيج بالاستعانة بالفوي حتى نتحصلوا على مزيج متجانس نوعا ما يميل للبياض بهذا الشكل. وهذا هو القوام اللي نحتاجه. انا قلت لكم خضعت لي 3 كؤوس فارينة، كنت ضفت الكأس الثالث وتحصلت على هذا القوام. ما يجيش ثقيل بزاف وما يجيش خفيف. هذا هو المول اللي استعملته. كنت دهنته بشوية زبدة وغبرته بالفارينة هكذا باش نضمن انه ما يلصقليش الكيكة تاعي. نفرغ المزيج في المول تدريجيا بهذا الشكل. راكم تشوفوا في القوام تاع المزيج ولا الخليط تاعي ما هو ثقيل بزاف ما هو خفيف. اذا درتوه ثقيل بزاف ما راحش يجيكم خفيف، واذا كان بزاف خفيف راح تهبط لكم الكيكه في الفرن.
ما تجيكمش طالعة. نخبطوه شوية باش الخليط يكون على استقامة واحدة وهذا هو الشكل النهائي تاع الكيكة. للتزيين انا درت تزيين بسيط جدا. كنت اخترت السكر الناعم، درت من الفوق شوية سكر ناعم فقط، وجات هايلة الشكل تاعها في الاخر، راح تشوفوه معايا. استعملت الصفاي هذا ودرت سكر غلاس من الفوق بهذا الشكل، وكل وحده تزين بالاشياء اللي تكون متواجده في المطبخ تاعها، وكل وحده كيما تحب. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاع الكيكه ولا المسكوتشو تاع نهار اليوم. خفيف وبنين ووصفه ناجحه ومضمونه 100%. راح نقسم معاكم باش تشوفوا القوام تاعها وتشوفوها كيفاش جات خفيفه وهشه من الداخل قطنيه. شوفوا معايا، قسمت معاكم المورسو، تشوفوا شحال جات خفيفه وطالعه وبنينه. فوالا، والان نكونوا لحقنا نهايه الفيديو. ما تنسوش الاشتراك اذا عجبتكم الوصفه، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلوكم دي فيديو جدد. ومع السلامه.